اهلا ومرحبا بكم في قناتي. درت سمورفنتارت، هي لا تارت نتاع السنافر مثلا. هذه هي اللي هنا كيقولوا لها، هنا كيقولوا لها هنا في بلجيك، وكيبغيوها الاطفال وكذلك لي زادولت، الاطفال والكبار. اذا فغادي نقول لكم الطريقه والمقادير، ولا نسيت شي حاجه نقدر نكتبها في صندوق الوصف. وهذه هي كتكون هكذا، هي ما تكونش بالشوكولا السوداء، كتكون بالشوكولا البيضاء. مهم شحال ما خليتوها تبرد من بعد ما تسخن من بعد في الفران، الا كانت بارده حسن هذيك لا كريم فريش. وشحال ما درنا لا كريم فريش مثلا يقدر يكون 35 في الدسم، ولا تكون نسبه عاليه في الدسم حسن، لان باش ما تذوبش مزيان، باش تبقى هكذا قابضه هذا على لاطاغت. ونقدروا نديروها في هذا مثلا 30 سنتيمتر، واحد المول كبير او المول صغير. الا اذا بغينا نديرها في المول الصغيورات، مهم قبل ندهنوهم بالزبده وبالزيت. وهذيك المول الصغيورات الا بغينا نديرو هذيك لا بات بريزي، ديك العجينه نحطوها كلهم مثلا على 4 مثلا كلهم حتى يغطيوها، ونقطعوها هكذاك بواحد المدلك مثلا، وهكذاك تكون عندنا، ونديرو فيها نديرو لها شويه نضغطوا عليها هكذا باش الا بغيناهم صغارات. اما انايا درت هذه كبيرات. وهذا نتاع البودينغ، هذا نتاع كريم باتيسيير، كتكون واجده نقدروا ناكلوها ولا نقدروا نديروها في لي طارت. اذا فدرت 2 معالق كبار منهم في واحد نص، 2 معالق في نص لتر نتاع الحليب. 2 معالق كبار في نصف لتر نتاع الحليب، ونحركو شويه، من بعد نديرو فوق النار. الا بغينا نديرو السكر الاول، بغينا نديرو السكر كلاص، ما يكونش السكر هذاك حبيبات، او لا بغينا حتى دير حتى هذاك ونحركوها شويه كيف ما بغينا. الا بغينا هنا بعدا نديرو 2 معالق نتاع السكر كبارات نتاع السكر لاسي، ونديرها فوق النار، ونبقاو نحركو حتى نعرفوا باللي راها عقدت. وما غاديش نخليوها تعقد بزاف، لانها غادي نخليوها تبرد. ملي غادي نخليوها تبرد مثلا هكذا كتكون، فغادي تكون تقساح. باش ما تقساحش فمن الاحسن نكون شويه نطلعوها، نديروها من هذا من النار وهكذا. انا يا كنت نسيت وضفت فيها السكر، حتى التالي حركتها شويه سكر كلاص على حسب المذاق، يقدر 2 كبارات صافي هكذاك. وصافي تكون عندنا لا بات بريزي، ونكونوا دهنا المول بالزبده ورشينا بالدقيق شويه، وهكذا نضغطوا عليها، ويكون عندنا هكذا هذيك الكريم باتيسيير. يكون عندنا كما قلت لكم 2 معالق كبارات في نص لتر نتاع الحليب. وهكذا كان ملي تبرد حتى تبرد، ونسرحوها كلها في ديك هذاك. من بعد صافي نسخنوا الفران مثلا 180 درجه، نخليوها، انا خليتها لتحت، يعني ديروها لتحت والفوق حتى تطيب. ومن بعد ملي نخرجوها في الفران نخليوها تبرد مزيان مزيان. نقدروا الا قدرنا درنا واحد الخيط طويل باش نقدروا نرفدوها مزيان. اما الا بغينا هكذاك نقدروا نرفدوها اوسي ايضا. اذا فلا كريم فريش درت 400 غرام، 400 غرام هكذاك. ودرت فيها شويه السكر الاول، 2 معالق كبار باش ما يجيش حلوه بزاف، لان لا كريم باتيسير فيها السكر وعاود هذا فيها السكر. فاش هكذا درت معاه 2 معالق كبار نتاع السكر، ودرت فيه 400 غرام نتاع هذيك لا كريم فريش، وضربتها مزيان مزيان حتى هكذا كتكون شويه عقده كما كنعرفوا. من بعد عندنا الكومبوت، نقدروا نديروه نتاع المشماش او نتاع الخوخ، ماشي نتاع المربى، ليس كونفيتور، ليس مربى. هذا كيكون طايب وصافي، فيه الفواكه طايبه وصافي، ويكون فيه شويه السكر ماشي دايب بزاف. نقدروا نديروه بالمندرين، اولا نقدروا نديروه بالفواكه اولا بالتفاح مثلا. هذا انا درت هذا اللي شريته نتاع الخوخ، كاين نتاع المشماش اوسي. ومن بعد ملي نخليوها تبرد مزيان مزيان مزيان، باش حنا نديرو عليها هذيك لا كريم فريش باش ما تذوبش، نقدروا نديرو عليها حتى الكومبوت نتاع لي سوريس. كنت واحد المره درتها هنا، سميتها سموغ فنتاغ، كتبتها هنا عندي في القناه سموغ فنتاغ، درتها بلي سوريس، كومبوت تاع سوريس. مهم حتى تبرد مزيان لا طارت، ونديروا عليها هذيك الاخر لا كريم فريش مثلا. الا بغينا نديروها هكذا دائره كلها بحال شكل حلزون، ومن بعد نسرحوها شويه، نعدلوها نصوبوها. وهكذاك ملي غادي تكون عندنا لا كريم فريش معدله مصوبه صافي، نديرو عليها الشوكولا البيضاء. سواء نقطعوها حنايا، هذه شريتها، سواء نقطعوها حنايا ولكن عندك اليدين وصافي، لان كتهرس
باش ما يمشيناش داك الموس يمشي يسكن الاصابع. فمن الاحسن المهم انا شريتها، بعض المرات نشريها، بعض المرات كنديرها هكذاك وصافي. ومن بعد ندير عليها كلها هذيك الشوكولا كلها على ديك اذا فيها لا كريم باتيسير. ملي غتبرد نديرو عليها هذيك كومبوت، ومن بعد كومبوت نديرو عليها لا كريم فريش حتى تبرد، ومن بعد لا كريم فريش نديرو عليها الشوكولا البيضاء. وشط لي واحد شويه، زوقتهم شويه، درت لها شويه وريضات هكذا وصافي. وهكذا كتكون واحد الحاجه نخليوها في الثلاجه تبرد واحد شويه بلا ما، زعما غير باش هي كتكون بارده، غير باش هكذاك تقبض مزيان هذيك لا كريم فريش. وهكذا كتكون غادي تشوفوا كي كتكون. ها هي كتكون، هي كتكون فيها هذه الطبقات، وكتكون لذيذه. هذه كتعجب الاطفال وكلهم كتعجب لهم، هذه مزيانه. ولا بغيتو هيا اشارككم طريقتي، بغيتو ديروها هي، عاود كله على حسب المذاق، على حسب الذوق كله، وشارككم طريقتي. شكرا للمشاهده. وكنت من قبل كنت بغيت نتكلم لكم على الخميره البلديه، كنتوا تكلمتوا على الخميره وسولتوني. غادي من بعد ان شاء الله ندير واحد الفيديو عاود ونسولكم على هذيك العجينه كيف كندير لها وكل شيء ان شاء الله بالتوضيح وهكذا. فعليها فبعض المرات كنقول لكم، انا كنقول اذا بغيتوا تشاركوا شاركوا، وشكرا للمشاركه. بعض المرات كندير غير واحد الفيديو نقدر ندير فيه نتكلم فيه اكثر، يعني 2 حلقات مثلا. وشكرا للمشاهده.